اجتماع هام في النادي الأهلي اليوم مع تحالف القلعة الحمراء لتحديد موعد الإعلان عن تصميم استاد الأهلي وبدء أعمال البناء بشكل رسمي. الأهلي يدرس إمكانية استعارة تريزيجيه بنهاية الموسم الحالي لمدة 6 أشهر بنية الشراء النهائي للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية بعد ترحاب اللاعب بالفكرة. ومصدر بالأهلي يؤكد أن الأمر حاليا تحت الدراسة فقط وليس هناك أي تحرك رسمي. شقيق حسين الشحات يشكر محمد الشيبي لاعب بيراميدز ويصفه باللاعب الكبير بعد إنهاء الخلاف بينه وبين حسين الشحات أمس في حفل دير جيست للأفضل هذا العام. والجماهير تنتظر تنازل اللاعب المغربي عن القضية الموجودة بينهم ليكون الصلح حقيقي حتى لا يكون صلح أمام الكاميرات فقط. جماهير الزمالك تنقلب تماما على محمد الشيبي بسبب صلحه مع حسين الشحات وتهاجم أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي الكبير الذي نجح في الصلح بينهم. والعديد من جماهير الأهلي تعلن فتحها صفحة جديدة مع اللاعب المغربي. ممدوح عيد المدير التنفيذي النادي بيراميدز يصاب بصدمة بعد انتشار صور الشيبي والشحات معا والصلح بينهم. الأهلي يدعم عودة هاني بوريدة لرئاسة اتحاد الكرة مجددا نظرا لخبراته الكبيرة في إدارة الكرة المصرية والعلاقات الجيدة بينه وبين جميع أعضاء مجلس الإدارة. حالة سعادة عارمة تسيطر على طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ثنائي الأهلي بعد عودتهم للمنتخب الوطني. حسين الشحات وإمام عاشور يحتفلون بتتويجهم بجائزة أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب وسط وأفضل جناح في حفل دير جيست ويتجاهلون استبعادهم من قائمة المنتخب الوطني للمعسكر القادم. حسام حسن يدرس الاعتماد على حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في قلب دفاع المنتخب الوطني في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بعد غياب عبد المنعم وحجازي وربيعة وياسر إبراهيم وخالد صبحي عن القائمة بسبب الإصابة. نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ محمود زلاك على انضمامه للمنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه. حالة صدمة تسيطر على محمد إسماعيل ومصطفى العيش ثنائي نادي زد بعد تفضيل حسام حسن ضم محمد أحمد ربيعة مدافع سموحة للمنتخب عليهم. أحمد شوبير يؤكد أنه من المستبعد تواجد حسين الشحات في أي معسكر مقبل للمنتخب في ظل عدم قناعة حسين الشحات به ووجود زحمة في مركزه. ويؤكد أن أزمة حسام حسن وإمام عاشور أن الثنائي ما خدوش على بعض وطريقة لعب حسام حسن لا تتناسب مع طريقة لعب إمام عاشور حاليا وليس هناك وفاق بينهم في بعض النقاط، لكنها بلا شك ستنتهي وسيتواجد اللاعب في المعسكرات القادمة. ويبدي سعادته الكبيرة بانتهاء الخلاف بين حسين الشحات ومحمد الشيبي بالصلح بينهم ويشيد بالثنائي بعدما انتهى الأمر بمنتهى الحب ومنتهى الاحترام والشياكة. حالة تعجب شديدة تسيطر على النقاد الرياضيين والجماهير المصرية بسبب ضم حسام حسن نبيل عماد دونجا لمعسكر المنتخب الوطني ومكافأة لاعب الزمالك على ما فعلوا في الإمارات وتجاهل لاعبين أفضل منه بمراحل مثل أكرم توفيق ومهند لاشين ومحمد النني. حسام حسن يدرس الاعتماد على دونجا بشكل أساسي في مواجهة كاب فيردي بسبب غياب مروان عطية للإيقاف عن هذا اللقاء. تريزيجيه والشناوي ومصطفى فتحي يرتدون شارة المنتخب الوطني في المعسكر القادم بعد غياب صلاح ورام ربيعة والنني. خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي يؤكد أن الكابتن محمود الخطيب يقدر ما قدمه علي معلول مع النادي ولا يبخل على اللاعب التونسي بأي شيء، وحينما تعرض للإصابة كان حريص جدا على توفير كل شيء للاعب وتجديد عقده دون النظر لأي اعتبارات أخرى. والجميع في النادي يتمنى عودة معلول بأفضل مستوى خصوصا أن الفريق في حاجة له. ويؤكد أن اللاعب حاليا عقده ساري ويحصل على راتبه بشكل طبيعي. حالة من الرعب تسيطر على جماهير نادي الزمالك ومسؤول الأبيض من انتقال زيزو للأهلي في الموسم المقبل حال رحيله، وأصوات عديدة تطالب بالتجديد للاعب على أي حال وبأي مقابل مادي حتى لا تكون هذه الصفقة بمثابة القاضية للأهلي. جماهير الأهلي تهنئ أسامة أبو علي وعلي معلول ومصطفى شوبير ومروان عطية بعد حصدهم جائزة أفضل مهاجم وجائزة أفضل حارس وجائزة أفضل لاعب وسط وجائزة أفضل ظهير أيسر في حفل دير جيست للأفضل هذا العام. الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من بطولة الدوري حال استمرار الأخطاء التحكيمية الفجة. البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق يؤكد أن الناس في مصر يفضلون المجاملات والصداقات على التنمية والعدالة، وأنه يرفض التعليق حول الوضع الحالي وما يحدث في التحكيم المصري. بعض جماهير الزمالك تهاجم شيكابالا على مواقع السوشيال ميديا بسبب التعامل بتعالي وطريقة مقززة مع ناصر منسي بسبب مطالبة الأخير له بالضغط على لاعب سموحة في المباراة الأخيرة. وبعضهم يؤكد أن شيكابالا مستواه من سيء لأسوأ وأصبح وجوده على الفريق. وكيل سيف الجزيري يؤكد أن موكله منزعج جدا بسبب استبعاده الغير مبرر من الجهاز الفني لنادي الزمالك من المباراة الأخيرة، لكنه يحترم رؤية الجهاز الفني في نفس التوقيت، وأنه موجود حاليا في إيطاليا لقضاء الأجازة فقط ولا صحة لهروبه أو سفره دون إذن. وخالد الغندور يؤكد أن سبب استبعاده هو تعالي اللاعب التونسي على الكرة وتكاسله في التدريبات وعدم ظهوره بالشكل المطلوب في المباريات بالرغم من التنبيه عليه أكثر من مرة بضرورة بذل مجهود أكبر. وجوميز
يرى أنه إذا استمر الجزيري بنفس الشكل سيخرج من حساباته بالكامل. خلافات كبيرة بين مصطفى فتحي وبيراميدز بسبب رغبة الإدارة في منحه 20 مليون جنيه في الموسم للتجديد ورغبة اللاعب في الحصول على 40 مليون جنيه سنويا أسوة ببعض اللاعبين في الفريق. مجدي عبد الغني يؤكد أنه يخطط للترشح لرئاسة اتحاد الكرة بقائمة مكتملة في الأيام القادمة. النجم التونسي أنيس بوجلبال لاعب النادي الأهلي السابق ينفي كل ما يصار حول توليه منصب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أحمد فتحي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده ال40. خالد مرتجي بعد سؤاله عن إمكانية عفو الأهلي عن حسام عاشور والحضري وشريف إكرامي والسماح لهم بالعمل في الأهلي مجددا. حسام عاشور ابن من أبناء النادي الأهلي وهو أكثر من لاعب وأكثر من توج بالألقاب مع الفريق، ولو جاء النادي بلا شك سنفتح له أذرعنا وحتى لو أخطأ فكل الأمور ستنتهي، والأمر لا ينطبق على عصام الحضري لأن ما فعله في الأهلي لا يصح، وكنت أتمنى أن يستمر شريف إكرامي لأنه كادر من الكوادر الإدارية المحترمة، ولكن الأمر حاليا أصبح صعب. ميدو: اختيارات حسام حسن منطقية بنسبة كبيرة جدا في ظل الغيابات، وأحيي الكابتن حسام حسن على ضم 3 لاعبين تألقوا في الفترة الأخيرة، وأنا دائما أقول أن المدرب الكبير هو الذي لا يكابر، والمدرب الكبير هو الذي يأخذ قرارات بناء على المتغيرات. واللاعبين الثلاثة هم حسام عبد المجيد وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد. انضمام الثلاثي مهم جدا في هذا التوقيت. حسام عبد المجيد يقدم فترة مميزة ويتطور بشكل رهيب، ويمتلك مقومات المدافع الدولي، فهو طويل ويبدأ الهجمة بشكل جيد جدا من تحت ويجيد قراءة اللعب وتخلص من كل المشاكل التي كانت لديه. نفس الكلام ينطبق على طاهر محمد طاهر. التطور الذي حدث له هو درس لكل لاعب في مصر عن كيفية إنقاذ مسيرته بنفسه من خلال العمل الجاد. يجب أن تضع عينك في الأرض وتعمل فقط ولا تسمع آراء الآخرين، فبإمكانك تغيير آراء الجميع. أخيرا عمر كمال الذي لم ييأس وظل يجتهد، وأرى أن هذه قائمة منطقية بشكل كبير. في رأيي كان يجب أن ينضم مصطفى العش لاعب نادي الزد لأنه يستطيع اللعب في مركز المدافع ومركز الظهير الأيسر، وهو من اللاعبين الذي كنت أتمنى تواجدهم في القائمة. حسين الشحات: فخور بتكريمك أفضل جناح في الدوري المصري الموسم الماضي، كنت أفضل لاعب في مصر وهذا العام حصل على الجائزة إمام عاشور، وأتمنى له التوفيق وأتمنى أن يكون العام القادم لاعب من الأهلي هو من يحصد الجائزة أيضا. نحن نعمل دائما لنبقى في الصدارة كل عام. بالنسبة لنا في الأهلي لا يوجد موسم يبدأ بسهولة منذ انضمامي قبل 6 سنوات، وكل موسم يبدأ بصعوبات كبيرة. هذا العام خضنا 3 بطولات حتى الآن، خسرنا السوبر الأفريقي لكن فزنا بالسوبر المصري وبطولة كأس نصف العالم، وما زلنا نسعى لتحقيق المزيد، وجمهور الأهلي لا يرضى إلا بالبطولات. مباراة العين الإماراتي كنا جميعا مستعدين لأنها بطولة جديدة للنادي، وأتمنى أن نلعب كل المباريات بنفس الروح، لكن لو سألتني عن مباراة العين أو مباراة اتحاد جدة سأختار مباراة الاتحاد لأنها كانت على ملعبهم وفي كأس العالم، والجميع كان يتوقع أننا سنخسر بفارق كبير، لكننا كنا عازمين على الفوز وانتصرنا عليهم بثلاثية أمام جماهيرهم. مباراة العين كانت صعبة أيضا لكن اللعب أمام اتحاد جدة كان أصعب، خصوصا عندما توقع الجميع خسارتنا أمام نجومهم، لكن الأهلي فريق كبير وكل لاعبيه نجوم، ومع كامل احترام لأي فريق آخر سواء في مصر أو أفريقيا أو آسيا الأهلي له تاريخ كبير وجمهوره عظيم. خسارة السوبر الأفريقي كانت بمثابة دافع لنا، لم نكن نواجه خصم عادي في أفريقيا لكن الخسارة أمام الزمالك كانت حزينة بالنسبة للجماهير ولنا، وقررنا بعدها أن نفوز بكل بطولة نشارك فيها، وحققنا السوبر المصري وكأس نصف العالم. اللاعب الذي يلعب في الأهلي ولا يسعى للفوز يجب أن لا يأتي من البداية، لأن في الأهلي ننافس في 6 أو 7 بطولات كل عام، وجمهور الأهلي يريد تحقيق المكسب في كل هذه البطولات، وهذا في النهاية يمثل تاريخ شخصي لكل لاعب، ولا يوجد سبب للشبع من البطولات. سمعت من يتحدث عن التشبع عند اللاعبين، وتحدثنا معا كفريق وسألنا بعضنا هل هناك من شعر بالتشبع؟ الجواب كان لا، وجميع اللاعبين لديهم رغبة في تحقيق المزيد. جمهور الأهلي كبير جدا وموجود في كل مكان نذهب إليه، ودائما أقول لهم طول ما انتم معانا هنقدر نفرحكم. وسام أبو علي: عندما جئت إلى مصر كنت أتحدث باللغة العربية بمستوى متوسط، ولكن الآن أتحدث المصرية بطلاقة. الأهلي دائما في ظروف صعبة وبطولات متتالية،
ولكن الحمد لله وفقنا في السوبر المصري، ثم حققنا الفوز على العين وتحقيق انطلاقة جيدة في الدوري. سمعت قفشة في مرة يقول أن الأهلي إذا سقط سيقوم مجددا، ولكن بشكل مرعب للجميع، وهذا ما حدث هذا الموسم. فخور جدا أنني واجه لمنتخب فلسطين ولبلادي كلها هنا في مصر، وأسعد كثيرا أن البعض من الجمهور الفلسطيني لا يزال يفرح بأهدافي وتألقي مع الأهلي. جمهور الأهلي أفضل جمهور في العالم، وهو أفضل 200 مرة مما كنت أتوقع قبل قدومي إلى الأهلي.